كارثة. كارثة على وحدة ترضى على روحها الذل بالكذب. كارثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلف اللون ومرحبا بكم. حاجة الأولى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ودعمونا بزر لايك. المؤثرة الجزائرية كارولين تخرج في فيديو قصير عبر خاصية الأسطوري عبر حسابها الخاص على الإنستغرام، وهي تتحدث عن المرأة التي ترضع الذل في حياتها الشخصية. هذا المقطع الصغير الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبزاف من الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعليقات نسبوا هذا الكلام لمونيا الهلالي. فاحنا عارفين انه منذ سنوات كانت هناك صداقة كبيرة بين مونيا الهلالي وبين كارولين، الا انه يعني بعد سنة او بعد مدة من هذيك الصداقة ناضت بيناتهم عداوة بزاف كبيرة، وكان تراشق في الكلام بيناتهم بزاف، ودابزوا يعني وعايروا بعضهم وما خلاو ما بقاو في بعضهم. فبزاف ناس يعني شافوا انه مؤخرا مونيا الهلالي يعني انجبت طفله بسم الله ما شاء الله عليها، وكاينه مشاكل بين مونيا الهلالي وزوجها، الا ان مونيا الهلالي يعني صابره غير على جال الاولاد مع هذاك الراجل. فشكوا انه كلام كارولين موجه لمونيا الهلالي. انتم كمشاهدين في هذا الفيديو اعطونا ارائكم عبر ميزه التعليقات، وقولوا لنا كارولين من تقصد بهذا الكلام، مونيا الهلالي ولا شخص اخر. وما تنسوش انكم تشتركوا في القناه هكذا باش اي خبر يوصلكم من توما الاولى. فعلوا زر الجرس، ديروا لنا لايك، وما تنسوناش بالتعليقاتكم وتشاركونا معكم ارائكم معنا في التعليقات باش نشوفوا ارائكم كيفاش. وهذه هي كارولين يعني ديما كل فيديوهاتها وتصريحاتها تخلق ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تعتبر من المؤثرين الأكثر شهرة في الجزائر.